تاجر، هذا بالكتب مكتوب، خسر في تجارته. فكر أنا البيت اللي عندي، الأثاث اللي عندي، إلى متى أتمكن أعيش به؟ أبيع الأثاث شيئا فشيئا وأعيش. فكر قدر، إنه فكر وقدر. فكر أن هذا الأثاث اللي عنده والأشياء تتمكن أن تؤمن حياته إلى 2 عام كاملين. بعدين فكر بعد 2 عام شنو؟ أنا التاجر أذهب وأتكفف، أجلس على قارعة الطرقات، ماذا أفعل بعد 1 عام؟ على أثر هذا التفكير الشيطاني هذا التاجر راح وانتحر، حتى بعد 1 عام لا يتكفى. مو معلوم واحد إلى بكرة هو حي ميت. الله مغير الأحوال مبدل الأحوال. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي، وكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. ليش تحمل هم المستقبل؟ عش في اللحظة الحاضرة. شنو يصير بعدين؟ الآن ماذا تفعل؟ الآن شنو وظيفتك؟ صلاة، قم صلي. نوم، قم نام. بكرة شنو يكون؟ من الكلمات المنقولة عن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام على ما أتذكر: اللهم خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. خبز اليوم فكر بكرة شنو؟ أنت شعرك بكرة؟ منو قال أكو بكرة؟ منو قال أكو غد؟ هاي الصور الذهنية هي التي تخنقنا وتعصرنا وتحطم حياتنا وتجعل حياتنا مرة. فأكبر جاني على الإنسان هو نفسه، هو الذي يحطم نفسه، هو اللي يدمر نفسه، هو اللي يشقي نفسه. إحنا جايين 80 عام في هذه الحياة، 60 عام، 70 عام، حتى نعبد الله ونذهب. حياتنا نقضيها بهذه الأفكار المتشائمة السوداوية. واحد يمشي في حياته، يعبر، لا يتوقف، يخطط طبعا، أما أنه يدمر حياته ويدمر أعصابه ويدمر زوجته. أكو بعض الأفراد يدمرون زوجاته، أول ما يجي إلى البيت وجهه مكفهر. ما ذنب هذه المسلمة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه خاطب ولديه: ولا على ما أتذكر ولا تأسفا على شيء منها، يعني من الدنيا، زوي عنكم. راح خلوا العمل بالله. في قضية في سفينة البحار مذكورة ما أريد أذكرها. ذلك الرجل قال: وأبقيت لي فيك طول الأمل يا بار يا وصول. الله سلب منا نعم عظمى، نعم سلبت، ولكن الأمل لم يسلب. قلب المؤمن عامر بالأمل في الدنيا والآخرة، حتى بالآخرة. الأمل بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. احنا يجب أن يكون عندنا أمل بالله في الدنيا والآخرة.
لاحظوا مقاطع دعاء كومي وغيره من الأدعية: يا الله أنت صنعت كذا كذا كذا، هل تنساني؟